دي طرقة قدام الحمام والغرف احنا وصلنا فيها برضو الإضاءة، وده الحمام وثبتناها في بحيث أثناء انقطاع التيار الكهربائي تيجي لنا. وده الحمام والطرقة اللي قدامه على حاجات ما كانتش يعني سكراب، كانت هتترمى. هو بس مجرد تفكير بنذكر بعضينا كلنا بحيث نشوف الحل ايه. نتمنى لكم كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بنكمل باقي الفيديو الاولاني. احنا قلنا بالنسبه للبطاريات السبيشال دي او الاشكال دي، هنا 4 سيل خلايا وهنا 2 يبقوا 6 بمجموع 14.8. في انواع زي دي سهله ان انت تفكها وتعملها، وقلنا ازاي بنفكها والكلام من ده. بعد القياس بالافو اتضح ان في 2 هنا ديد، نظرا نضبت الحاجات اللي فيها اللي هي الخلايا والكلام من ده. وعلى فكره لها اكسباير ديت، حتى لو جاي لك في الكيس بتاعها فتشوف تاريخ الانتاج، لان هي بعد ما بتطلع من المصنع على طول بتبقى متنشطه، عمل لها اكسيتيشن، فبيفضل الليثيوم طالع نازل، او المواد اللي هي الكربونات المنجنيز والبوتاسيوم دي بتبقى شغاله زي الكاثود والانود ده، بتتآكل حتى لو لم تستخدم بتبقى ديد. يعني انت واخدها اساسا متفرغه. يعني ايه؟ مهما تشحن يقول لك عمرها جايبها وقعدت معايا 2 3 4، واحد قعد 1 2 من التاريخ الاكسباير. فده اهم شيء. دي الخليه اللي قلنا عليها اللي هي 18650. في نوع منها ازرق، في اخضر، في بنفسجي، في احمر. ايه الافلام دي يعني؟ عايزين الوان؟ لا، هي الدايمنشن ثابت. يعني ايه الدايمنشن؟ الابعاد بتاعتها ثابته. دي 64 86 ودي 18 وزنها حوالي 44 50 جرام. السعه بقى بتاعت دي بتختلف عن دي بتبدا ساعات من 1500 و2000 وتمسك 3. دي 4 و200 ملي امبير. دي السعه. يعني ايه السعه؟ يعني ان هي تقدر انا بوصلهم توازي، ده توازي وبعدين توالي، قلناها في الفيديو السابق. ودول بيدوني ساعه تشغيل عاليه. ممكن تقعد اللاب بتاعك شغال 3 4 ساعات، ممكن 5 ساعات، ممكن نص ساعه، بيعتمد على الامبير اللي انت مخزنه هنا. احنا عدينا المرحلة دي خلاص وبنشحن ووصلنا. وفي بعضهم بيقول لي هل انت هتقدر تشحن بدون البي ام اس؟ فبقول له انا اشحن من غيره لسبب بسيط. هي ايه البي ام اس؟ هي باتري مانجمنت سيستم، يعني منظومة ادارة البطارية، منظم شحن وتفريغ البطارية لتنظيم فولت الشحن البطاريات الليثيوم. ده حاجة منظومة اهي موجودة وبنشحن من وراها وخلاص. ليه؟ لان انا بعتمد ان الادابتور ده 12 فولت نشحنه هنا، ده فيه سيفتي برضو. السيفتي بتاعه اوفر هيت، حراره زايده، وتشارج زياده. يعني لو في شحن زائد او حراره زايده ده اللي عايز. يعني ما تقلقش كتير. انا بس مش عايز تكلفه في الحدوته دي كلها. انا بقول لك بدل ما ترمي المجموعه دي عملتها، والمره اللي فاتت عملنا منها شغلنا الراوتر، هنطلع بيها بره عشان نشوف كنا برضو قلنا في الفيديو السابق الاتنين دول طلعوا ميتين. دقينا بندق على دي وباللحام والازير والكلام من ده، مكوة اللحام والازير بنضيف حتة ازير عشان يبقى في كونتاكت بتوين الموجب ده والسالب ده في توصيل التوالي بالتوازي. ايه الاخضر والاحمر والكلام من ده؟ كل ده حسب الساعه اللي احنا، وكل شركات ما بين سانيو وسامسونج والكلام من ده. فهي دي الالوان اللي موجوده، في بنفسجي، في يعني كل دي ساعه. اهم حاجه لو انت فكيت دي تجيب نفس الساعه. واحد قال لي انا مش لاقي وفكيت وواقفه على بطاريه او 2، بقول له ما فيش مشاكل. ادى بتاع الفون او التليفون او الموبايل بنفس الموضوع، 3 و7 هي دي 3 و7. الكباستي دي هو الكباستي دي. ايه اللي هتعمله الجديد بقى؟ ان ده الموجب وده السالب، بتحط هنا طرف ببنت لحام هنا وهنا، وتطلع سلكتين وتوصلهم توازي، وبعدين دول مع دول وبتحطهم كده وبتقفل عليهم، وخلص الفيلم بتاعك وانتهى الحدوته بتاعتك. احنا النهارده هنستخدم الحاجات دي في اضاءه. بعد ما شغلنا الراوتر بده هنستخدم الاضاءه. يعني ايه بنستخدمها الاضاءه؟ احنا قلنا ده كابل مجدول بيجي من على الامازون عادي، وانا عامل طرفين موجودين. واحد شحن
ده اشحن فيه زي ما قلنا، ده اللي جاي من الشاحن اهو، وده اوديه الراوتر ويفضل كده ثابت. ما تقلقش ما تقلقش، انا معتمد على السيفت اللي هنا. طيب ايه، النور قطع، كل واحد حسب بقى الوقت بتاعه. انت ما تجيش جنب بتاع عشان حتى الجاك ما يبوظلكش الكونكشن اللي هي واصله في الراوتر تقوم تبوظ، لان معظمه صيني. انت تسيبها عادي او سيبها عادي، هو الزياده بيتشحن هنا والزياده بيروح، او بيشغل الراوتر والزياده هنا لغايه لما النور يقطع يحصل ديسشارج تاني للمجموعه دي. طيب بنوصلها ازاي؟ بتجيب ليد، دول مجموعهم 12 فولت، بتجيب ليد زي دي من امازون برضو، دي 12 فولت ممكن تشدهم، دي لوند عادي بتشدها عادي كده وتوصلها. بس اللي انا عايز اقول عليه، في خط احمر اهو، ده هو باين في الكاميرا، باين في الكاميرا اهو، ده الموجب وده السالب. طيب ده برضو قلنا في المجدول ده دايركت كارنت او كابل مجدول تيار مستمر، ده برضو الاحمر ده موجب وده السالب. يعني ايه؟ يعني ممكن احط ده الذكر في النتايه اهي، دي مشحونه ما كانت على الراوتر، فبنحط ده الموجب بحطه مع الموجب وبالسلكه ده. لو عملت دول كده ما تمسكوا، يعني امسكوا ما فيهاش مشكله. وعملت ده مع ده هتنور. تاخد دي بقى تحطها في المطبخ، تحطها في الحمام، تحطها في اوضه عيال بتذاكر فيها داخلين على درس بتاع، وبتجيب الكميات دي بالعدد اللي انت عايزه. كل ما زاد الصفوف اللي هنا او ثابته الكميه اللي هنا بتديك ساعه اكتر، ممكن تشغل لك ساعتين وثلاثه. يعني انا عامل عندي دايره في المطبخ او هنعملها بتقعد بالساعتين والثلاثه والنور قاطع على مجموعه زي دي. وعملت مجموعه بنك صغير كده زي الباور بانك، بس دي هنبقى نقولها مره تانية. دلوقتي احنا هننسحب ونوصل التوصيله ونوريها لكم. السلك ممكن يبقى سلك رفيع عشان المقاومه بتاعته، الريزيستنس بتاع السلك ما ياثرش على الكابلات، وخاصه الدي سي، دي حاجات كهربيه يعني. هات حاجه رفيعه خالص، وليكن سلك تليفون اللي هو في حته فايضه عندك ولا حاجه، وصل بسلك التليفون. هو هيوصل لانه اساسا هو بيستحمل التيار بتاعه، هو اساسا جاي لك من السنترال 12 فولت، فانت عندك 12 للاضاءه ودي 12 بين التوالي والتوازي عمل. وممكن اعملها 3، يعني دي لوحدها 3 و7، قول 3 ودول يبقوا 6 كده. فممكن بنحطهم بتوصيله التوالي والتوازي وبنقدر نوصلهم، او تحطهم بالطول. انا خدت مجموعتين يعني 3 و6 في 3 و3 و6 في 3، اجمالي حوالي 11 فولت و1 من 10 بيشغلوا لي لمبه 12. واستخدم في دي بقى اعملها زي حبل كده مثبته، تلزقها هنا لها صمغه وتلزقها في غرفه، في طرقه، في كده يعني. يعني ننتقل دلوقتي لما نشوف ازاي وصلناهم وازاي. اهم حاجه قلنا ده الموجب، والكابل المجدول الاحمر ده الموجب، دول موجب هيبقوا مع بعض، وتعزل بشكرتون عادي وتلزقهم، يبقى عندك اضاءه من حاجات انت كنت هترميها، سكراب عندك اللي كنت هترميها. نتمنى لكم الخير ونشوف نوصل ازاي. وشكرا. احنا وصلنا دلوقتي اقرب ما يمكن الى المطبخ، في كونسول كده قدام المطبخ هنحط عليه الحاجه دي عباره عن شاحن هيبقى في الكهرباء بيشحن فيها 24 ساعه عادي، والطرف الثاني بندخله. ده انا عامل 2 كونكشن، ده للمطبخ وده للحمام وطرقه. اللي بنعوزه بنوصله. ممكن زرار اون اوف يتركب في اي حاجه، سويتش صغير كده وتوصل كده، يعني على الطرفين حد يعمله او يعمله لكم. وممكن بنوصل كده التوصيله العاديه اللي احنا كنا بنقول عليها، اللي هي دي بتدخل دي بدي بتطلع اناره. هي دلوقتي هتبين لكم الاناره في المطبخ اللي انتوا عايزينها. هو يعني عبارة عن سلك أنا ممدده كده فوق، واللي موصل هو سلك تليفون عشان الريزستان اللي قلنا عليه. وبكده بيبان المطبخ والنور أثناء الأكل أو الفطار. كل سنة وأنتم طيبين. دلوقتي النور قطع وهنشوف ازاي هنوصل والدنيا ازاي هتبقى منورة. لو عجبك الفيديو اشتركي، وكلمة حلوة ولايك وشيري عشان اصحابك يستفادوا. زي ما انت شايفة كده ادي الحمام منور جدا كأنك في كهرباء. وكده حلينا مشكلة النور بالنسبة لنا في الفترات المهمة دي. وبرضو زي ما انت شايفة الإضاءة يعني تعتبر حلوة جدا.
وما نقعدش بقى نشغل اضاءات ونطفي ونعمل موبايلات. احنا هنا حاجة ثابتة. برضو هنشوف بعد كده المطبخ نفسه. برضو احنا عارفين ان في دايرتين، دايرة عاملينها للحمام لما نكون عايزينه، ودايرة للمطبخ. فدي الدايرة بتاعت الحمام. دلوقتي بقى نشوف الدايرة بتاعت المطبخ، والنور مقطوع طبعا، انا شغلت دايرة الحمام. هندخل دلوقتي ونوصل الدايرة بتاعت المطبخ، وطبعا الباشمهندس شرح لكم كل الحاجات دي في الفيديو. ندخل بقى. انا دخلت اهو في الجزء اللي هو خاص بالمطبخ، وابتدي اهو وصلت الجزء ده. زي ما انتم شايفين كده المطبخ منور جدا، اقدر اشتغل واطبخ او افطر او اتعشى اي حاجة حسب ما النور بيقطع. وكده يعني الواحد يتحمل الفترة اللي هي هتعدي دي. ده بالاضافة الى النت كمان بيبقى شغال،